يا مساء الحلويات صديقي، اخبارك ايه؟ يا رب تكون بخير. حبيبي احنا خلاص هنبدا اول خطوه في رحله الثانويه العامه 2024. رجالتنا وافراد عيلتنا الجديده اللي بتكبر كل يوم عن التاني، وده بفضل الله كرم من ربنا قبل كل شيء. خليني بس خلال الفيديو ده اوضح لك كام حاجه يخص نظامنا خلال السنه، وشويه نصايح كده توضح لك بس او تمشي معاك الدنيا في اللي جاي. رقم واحد، انا عارف ان انت مخضوض من فتره النتيجه او من الاجواء اللي كانت محيطه بالنتيجه خلال الفتره اللي فاتت، فخليني افكرك كده بايه: بسم الله الرحمن الرحيم، وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. صدق الله العظيم. احنا كل اللي علينا فقط هو السعي والعمل، وان احنا نشتغل، ولازم ناخد بالاسباب الخاصه بالسنه. اما بخصوص النتيجه ففي النهايه هو كرم من ربنا، ممكن يجي دلوقتي ممكن يجي كمان شويه، او ربنا بيحطك في الطريق اللي انت ما تعرفش هي فيها خير ولا لا، بس في النهايه الاكيد ان طالما ربنا هو اللي اختارها فاكيد فيها. احنا عشان نشتغل ونسعى صح فلازم نحط خطه واضحه ونشتغل بنظام واسس علميه تكون على الاقل تضمن لنا على الاقل نتائج كويسه جدا ان شاء الله. في تقدر تسال الدفعه اللي فاتت عن بفضل الله ان احنا على الرغم من كل الهرجله اللي حصلت في امتحان الاحياء، الا ان احنا كان عندنا ناس متفوقه وناس 57 شهور النهائيه اللي مفيش حد جاب نهائيه في امتحان الاحياء. عايز اقول لك ان حتى نموذج الاجابه نفسه لو اتصحح صح مش هيجيب النهائي. فعندنا ناس بفضل الله 57 و58 وناس 56 في الاحياء، فده بفضل الله كرم كبير جدا في ظل اللي حصل في امتحان. وعشان نتجنب ان انت توصل لمرحله تحس ان الاحياء تقيله عليك، فاحنا مقسمين لك نظامنا في المنصه. اولا انت هتلاقي في المنصه شرح، تلاقي في المنصه حل، تلاقي في المنصه تدريبات، تلاقي في المنصه واجب واختبر نفسك واختبارات، وهتلاقي معسكرات، كل اللي انت عايزه هتلاقيه في المنصه. بس عشان تبقى فاهم ان انا لما باجي اشرح ما بشرحش مره واحده. يعني ايه ما بشرحش مره واحده؟ ما اديكش كل المعلومات في وشك كده عشان ما تعطلش. بالبلدي كده، عارف انت بالعربي لما قال لك دي تكرك لها مش عارف ايه تزود لها تعطل، هي دي الفكره اللي انا عايز اوصلها. ان انت لما تلاقيني في الشرح بحط لك الاول معلومات، بفرش الاول الجزء اللي انا بشرحه، وبدي لك معلومات بيزك هي منهجك فقط لا غير، ولو زودت بزود حاجه تزود فهمك للموضوع. الموضوع ده بيحصل في الاول عشان بس ما اعملكش تريبل او ما اعملكش مشكله تضغط عليك او تحسسك ان الجزء ده صعب. بعد كده بنبدا نروح في جزئيه التدريبات واختبر نفسك والكلام ده كله على كل درس وعلى كل حصه. ببدا شويه اضيف لك المعلومه في صوره سؤال. يعني انا عندي نوعين من المعلومات، معلومه ممكن تيجي وسط الشرح، والمعلومه اللي مش تيجي وسط الشرح هتلاقيني بجيبها لك في السؤال وانا بشرح السؤال. فما تستعجلش على المعلومه، وتاكد ان مفيش معلومه هتفيدك الا وموجوده، لو مش موجوده في الشرح هتلاقيها موجوده في الحل. رقم 2، احنا عارفين ان احنا كاحياء اكتر ماده فيها مصادر حل، وعشان كده بفضل الله احنا بنقسم مصادرنا او بنقسم شغلنا. حتى مذكره الجينوم بتاعتنا بفضل الله اللي فيها اهم الافكار والتركات واللي فيها مستويات عليا برضو مقسمينها معاك. هتلاقيني مثلا بعد في كل حصه بجيب لك اسئله اختبر نفسك وسط الحصه وانت شغال عشان تفوق كده وما تنامش معاك، وبحل لك الاسئله دي في نهايه الحصه. هتلاقيني بحط لك بعد كل حصه واجب، ودايما خلي عندك قناعه مفيش حاجه اسمها حصه بدون واجب. لو الواجب مش ظاهر عندك تعالى واسال، لان تاكد تماما ان احنا ما بنحطش حاجه غير واحنا حاطين عليها، لانه جزء اساسي من متابعتنا ليك بيكون في تقييمنا للواجب اللي انت بتحبه. فبتلاقي عندنا المصادر احنا بنقسمها ما بين مصادر بنشتغل عليها في اختبر نفسك، مصادر بنشتغل عليها في التدريبات اللي بعد كل محاضره اللي هي الواجب، وما بين مصادر بنشتغل عليها في الحل، حصص الحل اللي بعد كل درس. لا مش كده بس، وما بين برضه شغلنا في الاختبارات اللي بتقدر من خلالها تقيم مستواك اول باول. ده غير ده كله احنا بعد كل فصل بنعمل معسكر على الاقل بنخلص فيه مصدرين. يعني لو ماتت خالص هنخلص مصدرين بفضل الله في المعسكر. المعسكر ده بيكون عباره عن تجميعه لجميع افكار الفصل كله واصعب الافكار، وكمان تجميعه لكل مصادر الحل اللي احنا ما خلصناهاش اثناء ما احنا بنشرح. فبالبلدي كده لما اقول خلصت الفصل الفلاني فتاكد تماما لو انت ماشي معاه مظبوط ان انت مخلصه شرح وحل وداتا وفرق وكل اللي انت محتاجه في الفصل. والاختبارات هتبين، احنا بنبقى عاملين اختبارين، اختبار قبل المعسكر واختبار بعد المعسكر، تقدر بعدها تقيم مستواك ومدى تطورك قبل وبعد المعسكر. فبالنسبه لي كل فصل بياخد شرح وافي، حل كتير جدا، معسكرات تفهم لك اتخن فصل فيه. خلاص يا سيدي الفاضل، ده الجزء الاول. الجزء الثاني هو الخاص بالمتابعه. طبعا في ناس عارفه ان احنا عندنا في نظام المنصه وشغلنا بيكون عندنا لايف بعد نهايه كل درس نقدر نتناقش وندردش فيه عشان اقدر اتابعك عن قرب وابقى عارف مصر. رقم 2، عندنا متابعه الاسئله وتيم الاسئله ومنهم انا بنبقى موجودين على التليجرام، وهسيب لك رابط التليجرام برضه هتلاقيه موجود عندنا في الجروب، واسال عنه او ابعت رساله هيبعت لك رابط التليجرام. ده رقم انت بتخش تديله السؤال بتاعك ودايما وتناقشه في الاسئله اللي انت مش فاهمها او حابب تفهمها او حابب تستفسرها، تلاقيهم بيرد عليك على مدار ال 24 ساعه. بس لازم تاخد
بالك ان في مواعيد برضه للشغل، فما تروحش مثلا تيجي لي الساعه 2 بالليل وعايزني ارد على مواعيد الشغل بتاعتنا، انت سيب السؤال وهيترد عليك. ما تروحش تبعت نقط بقى عشان ترفع المحادثه، الكلام ده كله فاكس، مفيش حد هيتساب الا ومردود على السؤال ده. الجزء بقى الثاني برضه في المتابعه وهو متابعه الغياب. بما ان انت طبعا بتقول ان الفيديوهات محدش هيشوفنا او سمعنا الفيديوهات وما سمعتش، الكلام ده مش عندك. بفضل الله احنا عندنا في الاونلاين، واحنا اول ما حاطين في الاونلاين سيستم متابعه عن قرب. احنا حابين نقول لك ان لو انت جات محاضره ما سمعتهاش او اخرتها، فبالكتير خالص في نهايه الاسبوع هتلاقيني ببعت لك واقول لك انت ما سمعتش المحاضره الفلانيه ليه؟ ما عملتش الواجب الفلاني ليه؟ درجتك في الواجب ده وحشه مش عاجباك. ففي النهايه لازم تعرف ان احنا هنتابعك سواء كنت النص او في اللايف. في كلا الحالات نظام المتابعه عندنا صارم، ولي الامر بياخد تقرير في نهايه كل شهر بكل الامتحانات اللي انت امتحنتها والدرجات اللي انت جبتها في الامتحانات دي. حتى لو في واجب انت سبته بيتحط لك ايه ان انت الواجب الفلاني ده. بس خلاص، اخر جزئيه برضو هي الدعم النفسي. بفضل الله في اي وقت هتيجي بمشكله، عندك حاجه، عندك اي جزئيه خاصه انت في مشكله معاك في احياء او في غير احياء، فانت لا توجه لينا، بفضل الله هتلاقي حل المشكله دي معانا، او حتى لو الحل مش موجود فاحنا هندور مع بعض ان شاء الله لحد ما نوصل للحل. كمان في الحصص هتلاقينا بنكلمك عن الحاجات اللي هتساعدك وتسهل عليك في الاحياء والثانويه العامه، وهتلاقينا معاك باستمرار ان شاء الله في الجزئيه دي على طول الخط. ففي النهايه لازم تعرف ان زي ما احنا علينا واجبات لازم نعملها، انت برضو عليك واجبات لازم تعملها، ان انت لازم تكون دايما ملتزم، لازم تكون معانا اول باول. لما تواجهك مشكله ما تتكسفش، لازم يكون المشكله دي طالما تخص الاحياء فهي تخصنا احنا، فلازم تيجي تتكلم ونقدر نحل المشكله دي اول باول بدل ما تنام في الحر. اخر حاجه هي التطور المستوى، لازم تكون معايا في تطور مستواك اول باول، ولازم تتابع التطور ده. اكيد بالطبيعي انك تغلط، وبس حيز الغلط ده او هامش الخطا ده لازم يبدا يقل تدريجيا عشان نوصل لمستوى كويس كده. نظام المحاضرات بتاعنا وانا حبيت اقفل بيه لان كده كده احنا منزلين، واحنا عندنا 3 محاضرات في الاسبوع، حد واربع وخميس. في الغالب محاضره الخميس دي بتكون حاجه صغيره كده او حل واجب، لكن الحد والاربع هم المحاضرات الاساسيه في الاسبوع. كمان بيكون عندنا لايف بعد كل درس يوم السبت من 8 ل 10 ل 11 مساء. اللايف ده بيكون برضه حل، وانتوا اللي بتحلوا فيه مش انا اللي بحل، انا بشرح لكم لو في اجزاء فيها مش خلاص. فانت اخدت شرح، اخدت حل، اخدت متابعه، بفضل الله ربنا يعيننا ويعينكم. هتلاقوا كل حاجه موجوده، وخش واسال على المنصه اللي انت محتاجه. وفي النهايه نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.